السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض كيكة بصوص الفراولة. هنعملها بطريقة سهلة جدا وبسيطة وكله في الخلاط. هنعمل مع بعض احلى واطعم كيكة بصوص الفراولة. هنعملها هشة ومرتفعة بالشكل ده، وهنعملها كلها في الخلاط، مش هتاخد معانا وقت خالص. يلا بينا نشوف هنعمل الكيكة القمر بتاعتنا دي ازاي. يلا نبدأ مع بعض. بسم الله وعلى بركة رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنبدأ بقى إيه؟ نعمل الكيكة. أنا جبت شفشة الخلاط، هنحط فيه بيضتين بدرجة حرارة الغرفة، وكوباية ونص من السكر، وكوباية لبن حليب، وهضيف عليهم كوباية زيت، وهضيف مقدار نص معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة، أو حوالي بقوين من الفانيليا البودر. هبدأ أضرب المكونات دي كلها إيه في الخلاط كده مع بعض. أنا ضربتهم لمدة حوالي دقيقتين. هضيف عليهم كوبايتين من الدقيق أو الطحين، كله هنضربه مع بعض كده إيه في الخلاط. دي الكوباية التانية. رشة ملح بسيطة، وهضيف باكو من البيكنج باودر أو معلقة كبيرة من البيكنج باودر. هنرجع نضرب المكونات دي كلها تاني مع بعض كده إيه في الخلاط. هضربهم كده إيه كلهم مع بعض. طبعا الدقيق او الطحين اللي على جوانب الخلاط كده هننزله عشان ايه يدخل كله مع بعض. وهنرجع بقى ايه نضربه ايه تاني في الخلاط. نضربه بقى ايه كده تاني. كده خلاص انا ضربت كل المكونات كلها في الخلاط. انا جبت صينيه مقاس 24 او 28. هدهنها بقى ايه بقطعه زبده كده او حبه زيت ارضيه والجوانب بالشكل ده. هبدأ بقى ايه اصب خليط الكيكة في قلب الصينية. هديها كده ايه خبطتين على الرخامة، وبعد كده هدخلها الفرن على درجة حرارة 180 في الرف اللي في النص. طبعا لازم نكون مسخنين الفرن قبلها بحوالي 10 دقايق. طبعا الكيكة ما تدخلش على درجة نار عالية عشان ما تهبطش مننا، تكون درجة الحرارة وسط على 180. ولما تجهز ان شاء الله هنشوفها مع بعض. على ما الكيكة تستوي معانا هنعمل مع بعض صوص الفراولة. انا معايا نص كيلو من الفراولة، انا شايلة منها العين الاخضر وغسلها كويس قوي. يلا بقى بينا كده نشوف هنعمل الصوص بتاعنا القمر بتاعنا ده ازاي. هنبدأ بقى ايه نعمل صوص الفراولة. انا جبت كسرولة حطيتها على النار، هحط فيها نص كيلو الفراولة، مقدار نص كوباية من المية، ومعلقة نشا كبيرة، ونص كوباية من السكر. طبعا انا لسه ما ولعتش النار. قبل ما اولع النار هديها بس كده ايه تقليبة مع بعض كده.
طبعا لو حابه تقطعي الفراوله عادي مفيش مشكله، بس طبعا كده كده ايه هي هتستوي معانا وهتتهرس. خلاص انا ولعت عليها النار، بس النار تكون متوسطه. هنسيبها بقى ايه لحد ما ايه الفراوله تتسبك معانا او تتقل معانا وتعمل معانا صوص، يعني ما بين 10 دقايق ل 12 دقيقه. بس اهم حاجه ان احنا نوطي عليها النار، ما تبقاش النار عاليه عشان ما تتلسعش مننا من تحت. كده خلاص الصوص تقل معانا وبقى بالشكل ده. هسيبه بقى ايه لحد ما يبرد خالص. طبعا هنطفي عليه النار وهسيبه لحد ما يبرد خالص، وبعد كده ايه هنضربه في الخلاط. طبعا لو انت حابه تسيبيها كده قطع برضو بتبقى بمنتهى الجمال. لو عايزه تعمليه اللي هو الصوص اللي هو الناعم او السائل، فهنضربه في الخلاط. هسيبها بقى ايه لحد ما تبرد خالص، وبعد كده ان شاء الله هنضربه في الخلاط. كده خلاص الصوص برد معانا، هنبدأ بقى ايه نضربه في الخلاط. نبدأ بقى ايه نضربه. كده خلاص صوص الفراولة جهز معانا وبقى معانا بالشكل ده. هنركنه بقى كده ايه على جنب عبال ما الكيكة تستوي معانا، ونشوف الخطوة اللي جاية مع بعض ايه. كده خلاص الكيكة استوت معانا وطلعتها من الفرن. اعرف بقى منين ان هي استوت؟ طبعا انا معايا عود خشبي او سكينة، هغرزها كده. طبعا لو طلعت ناشفه زي كده يبقى كده الكيكه معانا استوت، انما لو طلع فيها عجين يبقى هي لسه كده ايه ما استوتش معانا. هسيبها لحد ما تبرد خالص، وبعد كده ان شاء الله هنشوف الخطوه اللي جايه مع بعض ايه. كده خلاص الكيكه بردت معانا، هنبدا بقى ايه نقلبها في طبق التقديم. ما شاء الله في منتهى الجمال، تحفه. هنبدا ننغزها كده بعود خشبي، وهبدا كده ايه اصب عليها صوص الفراوله. بصراحه فعلا تحفه في منتهى الجمال. هوزع كده الصوص على الكيكة كلها بالشكل ده. هنبدأ كده ايه نزينها بحبات الفراولة. انا معايا ملمع فواكه. هنبدأ بقى ايه نلمع الفراولة. طبعا عادي ممكن تستغني عن الخطوة دي، بس انا عاملاها بس عشان التصوير.
بصراحة شكلها وريحتها وطعمها في منتهى الجمال. هنشوف كده ايه مع بعض قطعة. بصراحة تحفة في منتهى الجمال. ومعانا الكيكة هشة واسفنجية بالشكل ده، بصراحة فعلا تحفة. بصراحة حاجة كده من الآخر، فعلا تحفة. وبكده خلاص كيكتنا القمر جهزت معانا وبقت بالشكل ده، بصراحة فعلا تحفة. اللون والريحة والطعم في منتهى الجمال. طريقتها سهلة جدا وبسيطة، وما خدتش معانا وقت خالص، وفي نفس الوقت برضو مش مكلفة. أحلى وأطعم كيكة بصوص الفراولة عملناها مع بعض. جربوها على طريقتي، إن شاء الله هتعجبكم. نتقابل إن شاء الله مع فيديو جديد.